مساء الفل او صباح الفل على حسب ما بتسمع الفيديو دلوقتي، وبنكمل اقوى كورس جرامر من الصفر لحد الاحتراف باذن الله مع بعضينا. والنهارده هناخد قاعده من القواعد المهمه جدا جدا، قاعده السنجولار اند بلورال، اللي هو المفرد والجمع. سنجولار المفرد، بلورال جمع، عشان لو تسمع الكلمتين دول تبقى عارف احنا بنتكلم في ايه. انا حاولت ان انا عشان ما اخدش وقت كبير في الفيديو في الكتابه، فانا كتبت كده كل الحاجات المهمه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، ونتكلم عن السنجولار المفرد والبلورال الجمع. انا دلوقتي عايز اجمع اسم، عندي مثلا كات، بوك، تيبل، عايز اجمعه. ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها؟ فعندي شويه حالات، في حالات كتيره جدا للجمع، ولكن دول اللي هقولهم النهارده دول اهم الحالات الموجودين في الجمع. طيب، في البدايه عايز اقول ملحوظه مهمه جدا جدا جدا، وحطوها حلقه في ودانكم. في فرق بين جمع للاسم والاضافه للفعل. يعني مثلا عندي كات هتبقى كاتس، قطه قطط. طب بلاي يلعب. احنا في قاعده بريزنت سمبل لما هناخد باذن الله في القواعد اللي جايه، لما اقول لك هنضيف مع المفرد اس او اس او اس، فهنا الاسم وايه هنا الفعل، انا بسمها اضافه للفعل مش بجمع الفعل. يعني ده مش بلاي يلعب. الافعال طبعا في العربي احنا عارفين الفعل في العربي لا يجمع، ولكن انا ببتدي اعمل له اضافات بتناسب الفاعل. يعني مثلا عايز اقول الاولاد دول جمع، فبقول يلعبون. ده في العربي. في الانجليزي هيبقى فيه شويه اختلافات. فدي ملحوظه مهمه جدا عشان نبقى عارفينها في البدايه خالص. احنا خدنا اول قاعده خالص في الكورس بتاعنا، خدنا قاعده ا وان، وقلنا دول بيعبروا لي عن سنجولار مفرد. يعني اول ما اشوف ا وان بيعبروا لي عن سنجولار مفرد. مثلا كات، هقول كات، قلنا عشان بتبدا بكونسونانت حرف ساكن فبتاخد بوك نفس النظام، عشان بدات بحرف ساكن او بصوت ساكن كونسونانت، عشان كده بقعد بضيف لها اج طبعا بدات بحرف فاول او صوت فاول، ساوند فاول، فبنضيف ان. تمام. طيب لما بنيجي نجمع، وده الموضوع بتاعنا النهارده، لما نيجي نجمع كات هتبقى كاتس. طب فين لا، قال لي بتشيل في الجمع، بتشيل ان خالص، لان احنا ان عرفنا ان هم بيعبروا عن مفرد، فانا بشيلهم خالص. عشان كده هقول كاتس في الجمع، بوك. طب هيبقى في الجمع هيبقى ايه؟ هيبقى بوكس. طيب ان اج هتبقى في الجمع ايه؟ اجز. اذا احنا بنعمل ايه؟ اول ملحوظه او ان بنشيلها لما ببتدي اجمع. طيب اللي بعد كده مثلا لما اجي اقول this is a cat، طب عايز اجمعها واقول these are cats، فهنا شلنا، قلنا مفيش هيبقى ولا ان لما ببتدي اني اجمع. طيب تعالوا ناخد اول حالات في البلورال عندي في الجمع. اول حاله ان احنا بنضيف اس، دي العامه اللي احنا مع اغلب الاسماء بنضيف اس. مثلا لما اقول كات، لما اقول كار، لما اقول بوك، كل ده احنا بنضيف له ايه عشان يبقى جمع؟ كات هيبقى كاتس، كار هتبقى كارز، بوك هتبقى بوكس. دي اسهل قاعده واسهل جزئيه في الجمع. يبقى عشان ابتدي اجمع اسم ليه الاسم اللي هو عايز اجمعه، ببتدي ان انا اضيف ايه؟ اس. طب احنا خدنا او ان في الحاجات اللي بتتجمع، قلنا علي، مثلا كايرو. الحاجات دي ملهاش جمع، الحاجات دي ملهاش جمع. مش اي اسم احنا بنبتدي نجمع. الاسماء اللي هي مثلا قطه، عربيه، باب، تفاحه، كراسه، كشكول، كتاب، الحاجات دي. طيب الحاله الثانيه اللي بعد كده عندي، لو جاء في نهايه، لو انتهى الاسم بالنهايات دي اس اتش او سي اتش او اكس او 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 اس او اس اس، قال احنا هنا بنضيف اي اس. يبقى لو الاسم اللي انا عايز اجمعه هتلاقيها لوحدك زي ما هقول لك دلوقتي. يعني عندك باص عايز تجمعها، المفروض ان احنا بنضيف اس. طب ضيف اس ان تبقى باص، تحس اس مع بعض مش تبقى ماشيه، فهتلاقي نفسك لوحدك بتقولها باسز باسز. فهنا بنضيف اي اس. بوكس نفس النظام، منتهيه باكس، واحنا قلنا النهايات دي لو انتهت بحاجه من النهايات دي بنضيف اي اس. طيب بوكس هتبقى بوكسز.
طب البوكس ضيف لها اس بس، دي بوكس تحس ان هي مش ظابطه معاك قوي، فهتلاقيها ظابطه معاك قوي لما بتضيف لها اي اس. براش هتبقى براشز. تمام. طيب الحاله الثالثه اللي بعد كده عندي لو انتهى الاسم، اعذروني بقى في العربي والانجليزي خطي مش قد كده، المهم ان انتوا تبقوا فاهمين ومركزين معايا زي الفل. قشطه زي الفل. لو انتهى الاسم بحرف الواي وقبله ساكن بنعمل ايه؟ نحذف الواي ونضيف مكانها اي اي اس، ودي الحاله الثالثه، نحذف الواي ونضيف اي اي اس. ده امتى؟ لو كان الحرف الواي زي هنا منتهي بحرف الواي وقبله على طول حرف ساكن، يعني زي سيتي، عايز اجمعها تبقى سيتي اهي، سيتي منتهيه بواي وقبلها التي حرف ساكن، يبقى هشيل الواي واحط اي اي اس تبقى سيتيز. طب ستوري قصه هتبقى ستوريز، نفس النظام. تمام. طيب الحاله الرابعه ودي حاله مهمه، هي نادره مش بتيجي كتير بس برضه عشان تبقى عارفها وفاهمها. لو انتهى الاسم باف او اف اي بنحذف الاف او الاف اي وتضيف في اي اس. دي الحاله الرابعه المهمه. زي ليف يعني اللي هي ورقه الشجر، ليف عايز اقولها طيب اوراق شجره هتبقى ليفز. تمام. طيب وبالمناسبه ليف ده فعل، ليف لوحده من غير الاس، ليف يغادر، ولما بنستخدمه في البريزنت سيمبل بتبقى ليفز بنضيف له اس، فدي قصه ثانيه هنبقى ناخدها في البريزنت سيمبل لو امكن ان شاء الله. فالمهم انا عندي ليف ورقه شجره هتبقى ليفز، يبقى حذفنا الاف وضفنا مكانها في اي اس. طيب نايف اللي هي سكينه، طبعا الكي لما بيجي بعدها ان الكي بتبقى سايلنت مش بتتنطق، فبقول نايف سكينه. طب عايز اجمعها تبقى عندي اف اي، بنحذف الاف اي، قلنا بنحذف اف او اف اي، فالنايف هتبقى نايفز. تمام. يبقى عندي الاربع حالات دول مهمين جدا. الاول عندي افرق بين المفرد دايما، واو ان ما بستخدمهمش غير مع المفرد، في حاله الجمع بشيل او ان خالص. بعد كده عندي اول اضافه بنضيف الاس في الغالب للعام للاغلب الاسماء اللي بنجمعها، وبعد كده اي اس لو انتهى الاسم بالنهايات دي اس اتش سي اتش اكس او اس اس اس. طبعا انا بجري شويه لان عشان اخلي بس الفيديو وقته صغير، لكن اللي مش فاهم حاجه يرجع لها من تاني ويعيدها من تاني، لكن انا بحب امشي كده ايه على السريع بس بالسرعه اللي تخليك تفهم. انت بقى في حته مش فاهمها قوي اعيدها من تاني. طب ما فهمتهاش خالص ابعت لي على الواتساب او ابعت لي على التليجرام زي ما بتتواصلوا معايا. طيب عندي بوكسز، براشز، ده في لما يكون في النهايات دي قلنا موجوده بنضيف اي اس. اخر حاجه او قبل الاخيره لو انتهى الاسم بواي وقبله ساكن بنحذف الواي ونضيف مكانه اي اس، زي سيتي سيتيز، ستوري ستوريز. الرابعه بنضيف في اي اس امتى؟ لو الاسم انتهى بحرف الاف او اف اي، لو باف او اف اي بنحذف الاف او بنحذف الاف اي ونضيف مكانهم في اي اس. طيب الحالة الخامسة ودي يعني هي حالة مش بنعتبرها في حالات دي، لأن أنت عندك هنا قاعدة ثابتة، لو جاء كذا بتشيل كذا بتحط كذا مكان كذا، لكن في الحالة الخامسة دي اسمها irregular، اللي هم الشواذ الغير منتظمين، الريجولار بلورالز اللي هم الجمع الشاذ أو اللي هو ملوش قاعدة ثابتة. كل كلمة من اللي مكتوبين قدامكم وغيرهم كتير كل كلمة ليها جمع لوحده. زي مان رجل هتبقى من، child طفل children، tooth سنة هتبقى teeth أسنان، foot قدم هتبقى feet أقدام، وهكذا في أسماء كتيرة جدا. إذا اللي عندي هنا دول بيتحفظوا حفظ. تعالوا بقى ناخد 3 نقط بتمارين مهمة جدا فيها التركات المهمة اللي بتجيلكم في أي امتحان، دول اللي ممكن يوصلوا لكم الموضوع اكتر. والشاطر بقى اللي يحل معايا قبل ما انا اقول الاجابه. يلا الشاطر معايا. نمبر 1 there are 3 نقط on the desk. there are 3 on the desk. 3 book ولا books؟ قلنا السنجولار المفرد عباره عن 1 واحد بس،
من نمبر 2 3 4 فما فوق ده كله بيعتبر عندي plural جمع. من الشاطر برافو اللي هو قال بوكس، يبقى عندي 3 بوكس. يبقى يوجد there are اللي هي يوجد 3 بوكس في 3 كتب on the desk على الديسك. those are هؤلاء يكونوا بيشاور على ايه؟ childs ولا children؟ مين شاطر؟ برافو، احنا خدنا child طفل وقلنا في جمعها ما بنضيفش اس. child هتبقى children، يبقى في الجمع بتاعها هتبقى children. those are هنا عرفت منها جمع، those are دي اللي هي بتعبر عن الجمع. اخر سؤال خالص I have a، واحنا قلنا a دي بتعبر عن، ودي اللي تركزوا فيها قوي، a بتعبر عن singular مفرد واحد بس. طب I have a tooth ولا teeth؟ مين شاطر بقى؟ خدنا توث سنة، طب تيث أسنان. طب شاطر اللي هيقول يلا I have، برافو I have a tooth. لو شال لي a بقت I have ويسكت يبقى I have teeth، أنا عندي أسنان، مش I have a. طالما a يبقى هختار singular tooth مفرد بس. وبكده بنكون وصلنا نهايه الفيديو النهارده، في فيديو بسيط كده وخفيف وسهل جدا ازاي ان يكون عندي اعرف ان انا ابتدي اجمع من سنجولار لبلورال، من مفرد لجمع بكل بساطه وسهوله جدا في اقوى كورس تاسيس جرامر باذن الله من الصفر للاحتراف باذن الله مع بعض. واهم حاجه المتابعه والاستمراريه، انك تذاكر باستمرار وتقرا الحاجات اللي احنا بنقولها دي باستمرار وتذاكرها. ولو ما سمعتش الفيديوهات اللي فاتت اسمعها عشان تقدر تتابع معانا التسلسل. وكالعاده ما تنساش تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل شير للفيديو لكل اصحابك، وتشترك بقناه الواتساب عشان تتابع معانا كل جديد، وقناه التليجرام. وما تنسوش تدعوا كل اصحابكم وتقولوا لهم تعالوا نتفرج الكورس مع مستر زكريا. جود باي.